ماريتا راه مش حليب يا محمد، مش حليب. راهو الحليب هذا قلت لك الشيخ عطاهم فتوى، قال لهم الحليب هذا على ما هو ترانسبارون، معناها ما فيش حليب، هو ماء زايدينه شوي بودر يعني بيضة، فهمتني؟ قال لك الصباح اشرب واستعملوا كانه حليب، وكي يجي وقت الصلاه قال لك جائز انك تتوضا بها عادي جدا، يجوز للوضوء لانه كلمه ما فيش حليب. محمد ولا مهبطين في باج عندهم تاع شروق اخباريه باش يستوردوا لحم الحمير رمضان، ما عندهمش الحم باش يشقوا به الفتره في رمضان. ايه كمل. السياح اللي جاوا لتونس كان في تزايد، تعرف راه 6 المليون جزائري دخلوا لتونس. من اجل ماذا دخلوا باش يشوفوا المأكولات، يشوفوا الاكل كيفاش داير، ياكلوا لحم البقر بحيث ولفوه لحم القطط. الشاميه التونسيه قطعوها. تفضل يا محمد. والله يا اخي هذا الشعب هذا بقى يدخل عندكم لتونس. تونس واحد الدوله اللي هي صغيره وجميله تسميت بتونس الخضراء. الى دخلوا على تونس غير ردوها تونس اليابسه، والله ما تبقى تونس الخضراء. والله كحلوها حتى ديك خضراء، حتى داك الاخضر ديالكم، اللون الاخضر ديالكم تونس الخضراء خنشلوه وداروه في البروفايلات ديالهم، وكانوا غيديروه في الشان في الجزائر، يعني كيخنشلوا كلش. شفناهم فاش كانوا كيخنشلوا لنا القفطان المغربي، كاين قفطان تونسي وقفطان مغربي ولا يكبسوا. قال لك وابن خلدون ولد في خنشله، وحتى حنا بعل تقريبا ردوه ولد في خنشله. الحسن هذه قشابيه نتاعنا هو بورقيبه قال لهم ما بين القرويين والقيروان حديقه الحيوان، وهما هادو دابا هاد الحيوان اللي كيدخلوا عندنا يسبك. انتم فتحتوا لهم الابواب ديالكم للدوله ديالكم باش يدخلوا وتعايشوا معهم كشعوب زعما متقدمه ومثقفه، خرج من تما كيقول لك الدعاره. ولكن كنحييكم يا اخي التونسي على ديك الشاحنه وديك الحافله اللي قبضتوا هاد الجزائريين وبقيتوا كتعطيوهم بالثقل. ما رضاوش. برافو للتوانسه والله ليله. هذيك البدايه مازال هاو جاي الصيف لقاونا ساكتين هاكا وخرطوا غلطوا في رواح كي راونا ساكتين لينهم، غلطوا في رواح راونا ساكتين. الطبونه نتاع امهم اللي ما نحيوش لما نقلبوا ردوا في راسها اصلا. والله اليوم ريت طيران جزيريه داخله لتونس في باج. هذا مال ورخاص يجيو، اقسم بالله يجيو مال ورخاص. يا رب ان شاء الله يسكروها ونشوفوا شكون يحتاج صاحب. تعرف نعم هو يقول لك تونس كيقول لك الجزائر حره مستقله. اين هي الحريه في تونس وانت تهضر على حقك في العشريه السوداء قتلوا فيكم 300,000 شخص؟ اين هي الحريه؟ كانت مستعمرك فرنسا ولا مستعمرينك ولادها الجنرالات ديال فرنسا؟ نوضتي تهضر على حقك، درتوا انتخابات قتلوا فيكم 300,000. فين هي الحريه؟ مستقله. اين هو الاستقلال؟ عندك حكم وثيقه الحكم الذاتي تحت السياده الفرنسيه. فرنسا اللي كتحكم لهم بالاقتصاد ديالهم، فرنسا اللي كتحكم في القرارات السياديه ديالهم، تخرج من الجزائر اللي بغات وتخلي اللي بغات. امين بوراو ما كانش كيتعتبر الوجود ديالها ضروري في الاراضي الجزائريه من طرف النظام العسكري. كيفاش فرنسا كتهزها وتديها لفرنسا؟ يعني اين هي السياده الجزائريه في الاراضي الجزائريه؟ ما كايناش. فرنسا اللي كتحكم في القرارات السياديه ديال الجزائر. حتى زياره ماكرون لما بغى الملك محمد السادس يزور افريقيا مشى دا معاه المساعدات لذاك الشعب الافريقي، دا معاه الطحين، دا معاه المواد الغذائيه وعطاها لذاك الشعوب. ما كنهضروش على هادشي غير وما هضروا. اما فاش جا ماكرون يزور افريقيا ردا على الزياره الملك محمد السادس طلب من النظام الجزائري، نعم طلب من النظام الجزائري هز مليار دولار وعطاه لافريقيا، فرش له الاموال في افريقيا باش يجي هو ويدير الجوله ديالو. يعني هنا دليل بانكم دوله وظيفيه لا استقلال لكم ولا حكم سيادي. فرتاج يا الولاد. نعم
نشوف فيه فهمتني. وراك تتحداهم تقولهم على وثيقه الاستقلال يعودوا يسكتوا ما يلقوش باش يجاوبوك بحاجه واحده، يقول لك الطوابير يقول لك مطبعين، يجاوبك يقول لك تونس طلابه، رانا جينا بين طلابه وسحاره، رانا هذا ايش يجاوبوك، ما عندهمش حتى يعني فكر الحوار ولا فكر النقاش. يعني انت كيف تشوف لي تونس تشوف لي المغرب، خليني نكمل اخويا بربي ما تقاطعونيش. هنا